هيفضل يحبك طول العمر ويضحي علشانك كتير جدا، بس ده وهو مغفل. بس لما يجي يفوق اول حد هيدوس عليه هو انت. ليه وازاي؟ افهمك ده بالتفصيل. اللي احكيهولك دلوقتي حصل فعلا في الواقع. واحد صاحبي الحمد لله العملية بتاعته مقتدرة، فشاف بنت اعجب بيها في مكان ما وقرر ان هو يروح يخطبها، وفعلا خطبها واهل البيت وافقوا عليه علشان الواد عمليته مقتدرة. فالمهم الواد ده اصلا صاحبي انا عارفه كويس بان هو بني ادم مستهلك ومستهتر، والبت حبته جدا. مع مرور الايام البت بدات تديله الاهتمام والحب والمشاعر والاحاسيس لاي شاب مننا محتاجها، بس هو كان عمال يتكلم عليها واحده واتنين وتلاته وكان مش مقدر ده، وكان عمال يستهلك على البت خطيبته على الفاضي. البت خطيبته لما كانت مغفلة كانت بتقدم ليه بكل الحب، بس لما قررت بان هي تفوق اول حد داست عليه هو كان خطيبها. ليه؟ علشان خطيبها ده ما قدرش اللي كانت بتعمله علشانه. وهي ليه داست على خطيبها؟ علشان كانت بتحبه بجد، مش حب عيال ولا حب شهوة ولا حب اي كلام ولا الكلام ده كله. كانت بتحبه بجد، واكتشفت بان هي بتقدم ليه كل حاجة حلوة موجودة في الحياة، بس هو لا كان مقدر ولا اي حاجة. وهو بسبب ان هو كان شايفها دايما بان هي بتحبه فكان ضامنها. عايز اقولك على حاجة، اللي بيحبك النهاردة مش هيكون موجود معاك بكرة. الدنيا عمالة تتغير ودي كان وانت بني ادم وهما بني ادمين، الناس كلها بني ادمين يعني. فالناس كلها بتتغير والحياة عمالة تتغير والظروف عمالة تتغير. فاللي بيحبك النهاردة مش هيكون موجود بكرة. نجاحك اللي موجود النهاردة مش هيكون موجود بكرة. وظيفتك اللي موجودة النهاردة مش هتكون موجودة بكرة. ليه؟ هي دي سنة الحياة. اللي موجود معاك النهاردة يبقى ما موجودش معاك بكرة. طب انت تعمل ايه علشان يكون موجود معاك بكرة؟ بانك انت تسعى تتعامل على الشخص اللي موجود في حياتك اللي هو حبيبك او وظيفتك او نجاحك على كأنه ايجار. زي الشقة الإيجار دلوقتي أنت بتشتغل الشهر كله علشان تيجي في آخر الشهر تدي الفلوس الإيجار لصاحب الشقة. فأنت لو تعاملت مع نجاحك ولا وظيفتك ولا حبيبك وتسعى ليه الشهر كله علشان في الآخر تقدم ليه كل أي حاجة هو محتاجها، فأنت بالتالي هتكون ضامن وجوده بكرة 99%. ده حاجة طبعا في علم الغيب، بس دي الاحتمالية اللي كانوا بيقولوها في الكتب والنظريات والكلام ده كله. فأنت المفروض تتعامل على أي حاجة موجودة في حياتك بإن هي حاجة إيجار، ممكن تكون موجودة معاك بكرة وممكن ما تكونش موجودة معاك بكرة. وانت علشان تضمن وجودها بكرة فانت المفروض تسعى لها النهاردة. هو ده خلاصة الكلام وخلاصة الفيديو. كل اللي انا عايز اقوله لك بانك انت حاول اللي بيحبك بجد قدر حبه، واوعى تضمن حاجة في حياتك. اوعى تضمن اي حاجة في حياتك، اي حاجة ممكن تزول في ثانية. دي وجهة نظر وانت حر في حياتك. عايز تضمن ما تضمنش، عايز تعيش على مزاجك تعيش زي ما الحياة تجبرك، انت حر. دي وجهة نظري. كان معاك يوسف مؤمن.